السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس السيناريو السينمائي. موضوع مهم جدا في كتابة السيناريو هو 3 أنواع من التولز أو الأدوات اللي ممكن السيناريست يستخدمها أثناء كتابة السيناريو بتاعه، بتقوي السيناريو وبتخليه أكثر إتقانا وحرفية حتى لما بيتصور على الشاشة. الادوات دي اللي انا بكلمكم عنها هي 3 ادوات، ركزوا معايا كده هنتكلم فيها علشان دي ادوات مساعدة، يعني ما هياش في اساسيات كتابة السيناريو، لكن تقدر تقول ان هي يعني كام اداة كده انت حاططهم قدامك على المكتب وانت بتكتب. كل فترة من زمن الفيلم كده تقدر تستخدم اداة منهم بحيث ان انت تنطق السيناريو بتاعك وتعليه وتخليه اكثر حرفية. يعني اول اداة من الادوات دي اللي بيستخدمها السيناريست اللي هي السيربرايز او المفاجأة. بمعنى ايه؟ المفاجأة للمشاهد بتاعك مش ليك. بمعنى انه انت خلال احداث الفيلم كن حريص على ان انت ما تقدمش معلوماتك او التطورات المهمة عندك في احداث الفيلم، ما تقدمهاش دفعة واحدة، لكن قسمها في كل فترة من زمن الفيلم. قدم تطور جديد او معلومة جديدة، اكشف جزء من قصتك للمشاهد علشان تفضل يعني ربطه معاك بالبلد كده، ما تخليهوش يقع منك. انت استمريت 10 دقايق من زمن الفيلم في احداث والابطال وبيتكلموا وبيروحوا وبييجوا وشخصياتهم بتتطور وهكذا، هتلاقي المشاهد بتاعك كده وقع وريح وممكن ينام منك. لا، ما تنيموش، تروح عامل له حدث مهم في احداث السيناريو تفاجئه بيه. تفاجئه يعني تخليه هو قام كده، بدل ما هو كان نايم ومريح يقوم يقعد يعتدل في جلسته، يعني علشان انت عملت له مفاجأة في الأحداث. يعني أنت بتفاجئه بمعلومة، بتفاجئه بتطور. لو أنت بتعمل فيلم سسبنس مثلا، فهتلاقي مفاجآت كتيرة جدا في خلال السيناريو تقدر تفاجئ المشاهد بتاعك بيها، حتى لو كانت المفاجآت دي هي مفاجآت غير حقيقية. بمعنى إيه؟ أنت لو أنت بتتكلم على جريمة قتل مثلا، وطول الفيلم السيتويشن بتاعك قائم على إنه جريمة القتل دي كل الأطراف بتحاول توصل إلى القاتل الحقيقي او اللي ارتكب الجريمة ده، فانت طوال احداث الفيلم انت بتاخد المشاهد بتاعك يمين وتاخده شمال وتشككه في ناس، يعني توجه شكوكه ناحية شخص معين من ابطال الفيلم، وبعدين تكشف له بقى، تفاجئه زي ما بقول لكم بانه الشخص اللي هو شك فيه ده لا، ده بريء، ده ملوش علاقة، ده لازم نروح ندور على حد تاني يكون هو، وتبدأ توجه شكوكه ناحية شخص تاني، وهكذا طوال أحداث الفيلم انت واخد المشاهد بتاعك يمين وشمال، بتشككه في ناس وبعدين تبرئهم وتشككه في ناس غيرهم وهكذا. لما بتعمل الحالة دي يا جماعة بتخلي المشاهد متوتر. انت هدفك في الفيلم ان انت تخلي المشاهد بتاعك دايما متوتر، مش متوتر يعني عصبي، لا، مقصود متوتر يعني منتبه، قاعد معاك عايز يكتشف الأحداث اللي انت بتعملها، وبيفكر معاك، دماغه شغالة، يا ترى هو يقصد ان فلان اللي قتل ولا فلان اللي قتل، طب احنا شكينا في فلان ده بس طلع بريء، يا ترى مين هو، وهكذا. هل المفاجأة تقتصر على أفلام السسبنس والإثارة والغموض ولا تضم الأفلام التانية؟ لا طبعا، المفاجأة دي تتضمن كل أنواع الأفلام. أي نوع من الأفلام اللي انت بتكتبه تقدر كل شوية في أحداث الفيلم تعمل مفاجأة صغيرة للمشاهد بتاعك، تفاجئه بمعلومة هو ما كانش عارفها، فتشقلب له كيانه وتخليه يرجع تاني ينتبه ويفكر معاك. طيب هتقول لي أفلام السسبنس فهمنا إن احنا بنفاجئ الراجل بناس نشككه فيهم ونكشف براءتهم. طب لو فيلم رومانسي بقى هنعمل مفاجآت من أي نوع للمشاهد بتاعنا؟ هقول لك ببساطة شديدة، لو أنت عندك فيلم رومانسي 2 بيحبوا بعض تقدر تعمل مفاجآت للصبح. تخيل ان انت بعد ما قدمت البطلين بتوعك بيحبوا بعض ومرتبطين وكيوت وزي الفل وعلاقتهم حلوة، وبعدين خدت البطلة بتاعتك ماشية مثلا راكبة عربيتها ورايحة مكان ما المشاهد مش عارفه، وفجأة ضربت الجرس في شقة، فاكتشفنا ان في واحد تاني مستنيها، مش كده؟ طب دي مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ والفيلم رومانسي ولا مش رومانسي؟ يبقى المفاجأة مش مقصود بيها ابدا انه تكون المسألة متعلقة بافلام السسبنس والغموض والجريمة، لا، اي سيناريو، اي سياق درامي انت بتعمله تقدر كل فترة، ما بقولش على طول يعني،
كل فتره من زمن الفيلم تعمل مفاجاه صغيره للمشاهد بتاعك تخليه دايما مركز معاك وما يقعش منك. وده بيعملوه كويس قوي قوي في الافلام الامريكاني. يعني انتوا لو بتتفرجوا كتير على السينما الامريكيه هتلاقوا الاداه دي مستخدمه بشكل مكثف. ليه؟ لان السيناريست المحترف والشاطر عارف اهميه ووقع المفاجاه على المشاهد بتاعه بتبقى ازاي. دي الاداه رقم 1 اللي هي تاخدها كده وتركنها على مكتبك، مكان ما انت بتكتب السيناريو بتاعك تاخدها وتستخدمها بس في المواضع اللي تكون انت محتاجها فيها. ما تستخدمهاش عمالة على بطال، لان ده ممكن يوقعك في فخ انك تعمل مفاجآت غير مؤثرة. يعني تعمل حدث في الفيلم تكون انت معتقد ان انت هتفاجئ المشاهد بيه وهو ما يتفاجئش لانه كان متوقعه، او انت مثلا خلال احداث الفيلم كشفته الى حد ما. بمعنى ان انت لما تيجي تعمل مفاجأة للمشاهد بتاعك تعمل له مفاجأة صح، مفاجأة قوية جدا تشده وتخليه يركز معاك. طيب ايه الاداة التانية اللي ممكن احنا شغالين كده في سيناريو فيلم او مسلسل نستخدمها؟ الاداة دي بيسموها دراماتيك ايروني او المفارقة الدرامية. يعني ايه المفارقة الدرامية او دراماتيك ايروني يا جماعة؟ يعني حدث انت بتعمله في الفيلم بيكون المشاهد كاشف المعلومة لكن البطل ما يعرفهاش. هنفترض انه البطل بتاعك مثلا البطل مطارد مثلا، يعني عليه جريمة او مثلا واقع في خصومة عنيفة جدا وشديدة مع ناس بيطاردوه وعايزين يقتلوه. تمام؟ ده البطل بتاعك. فالبطل بتاعك انت عامل مشهد، المشهد ده هو نزل من عربيته وطالع على شقته، رايح ناحية العمارة. طيب في ناس مستنيينه جوه مدخل العمارة هيقتلوه. البطل بتاعك ما يعرفش لكن المشاهد يعرف، صح؟ فانت بتعمل قطع، يعني بتاخد مثلا بترتيب المشاهد كده. خلونا نتكلم فيها. احنا هنعمل مشهد للبطل بتاعه في العربية سايق وبيكلم في التليفون او بيعمل اي حاجة، وبعدين المشهد التاني هو بيركن عربيته قدام العمارة اللي هو ساكن فيها وينزل يبص حواليه. طبعا هو عارف ان هو مطارد فلازم متبقاش مطمئن قوي، يعني لازم تبقى انت واعي للشخصية اللي انت بتقدمها طالما هو عنده مشاكل وعنده خصومات. فدايما هتلاقيه حذر في تصرفاته، فمش هينزل ببساطة كده ويتمشى ناحية العمارة، لا هو هينزل بطريقة معينة. هينزل يبص حواليه، يتأمل المكان، يبص حواليه العمارة، يتأكد ان مفيش حد مراقبه مثلا او ان مفيش عربية تاني ماشية وراه. خلاص اطمن ونزل من عربيته واتجه ناحية العمارة. انت بقى تعمل ايه هنا؟ هتعمل قطع وتروح ناقل على مشهد جديد داخل مدخل عمارة البطل بتاعك، وهتجيب 2 أو 3 من اللي هم مستنيين وعايزين يقتلوه مستخبيين كده في ركن داخل العمارة، وبيبصوا من وجهة نظرهم يشوفوا البطل نزل من عربيته ومتجه ناحية العمارة، فيطلعوا المسدسات بتاعتهم ويستعدوا بما يوحي للمشاهد انه خلاص البطل بتاعك هيموت بعد ثانيتين. موقف البطل هنا ايه؟ البطل ما يعرفش، البطل ماشي ناحية باب العمارة وما يعرفش ان في ناس منتظرينه او ان هو منصوب له فخ عشان يتقتل. مين بقى اللي يعرف؟ المشاهد بتاعك. تخيل انت بقى المشاهد وهو عارف ان البطل اللي انت مقدمه ومبروزه ده هيموت بعد ثانيتين، ممكن تكون حالته النفسية عاملة ازاي؟ على طول هتلاقيه اعتدل في قعدته كده وقاعد عمال يقول له، يعني عايز يطلع كأنه عايز يدخل الشاشة ويقول له خد بالك هيقتلوك دول مستنيينك. شفتوا احساس المشاهد بيبقى عامل ازاي لما انت تعمل له دراماتيك ايروني او مفارقة، ان انت بتقدم حدث مهم وتطور مهم في الدراما المشاهد بتاعك كشفه لكن البطل بتاعك ما يعرفوش. الاداة دي برضو بتستخدم كتير جدا في افلام عربي وفي افلام امريكاني، وبيستخدموها علشان زي ما قلت لكم يخلوا المشاهد منتبه ومركز، خاصة في الافلام اللي بيبقى المشاهدين فيها متعاطفين مع البطل. يعني تخيلوا ان البطل ده مثلا مظلوم او مطارد من ناس مجرمين عايزين يقتلوه وياخدوا فلوسه، او ان هو مثلا واحد اتهم في جريمة قتل غلط، هو ما قتلش، هو بريء، لكن كل الادلة توحي ان هو القاتل، وبالتالي دخل في رحلة هروب وعايز يحاول يثبت براءته من الجريمة دي ومتخفي علشان البوليس بيطارده والناس بتطارده. مظبوط؟ فانت لو انت مقدم البطل بتاعك ده مثلا بطل شعبي الناس هتحبه يعني وهتتعاطف معاه وهتفضل طول الفيلم تتمنى من قلبها
انه يتم انقاذه او ان هو ينجح في اثبات براءته ويخرج من القضية الملفقة ليه دي او اللي هو ما ارتكبهاش، هتلاقي المشاهد بتاعك في ال3 ثواني او ال5 ثواني اللي انت هتعمل فيهم المفارقة او الدراماتيك ايروني دي، هتلاقي المشاهد دي في قمة التوتر، لانه زي ما بقول لكم حاسس ان هو عايز يدخل جوه الشاشة ويمسك البطل بتاعك ويبعده بعيد عن الناس اللي عايزين يقتلوه. فانت بتحقق نسبة تركيز عالية جدا عند المشاهد، بتخليه يعني قلبه بينبض بسرعة شديدة جدا، خايف للراجل الغلبان ده يتقتل. طيب لما البطل بتاعك يدخل العمارة ومثلا يلمح الناس اللي هم مستنيينه عشان يقتلوه، هيعمل ايه؟ هو بطل مدرب، فبالتالي هيجري، هيسحب مسدسه اللي هو دايما شايله باستمرار يعني، ويبدأ يدخل في مواجهة معاهم وهم يضربوا وهو يضرب. انت بقى حسب السياق الدرامي بتاعك في الفيلم عايز تعمل ايه، عايزه يموت فبتموته، عايزه ما يموتش فبتنقذه بشكل درامي، يعني حيلة درامية انت بتعملها، سواء ان هو قدر يقتلهم وتغلب عليهم، او سواء ان هو تمكن من ان هو يجري ناحية عربيته وياخدها وينطلق بسرعة ما يلحقوهوش، ايا كان يعني كل واحد حسب الفيلم اللي هو بيكتبه. لكن انت هنا حققت حاجة مهمة جدا، ان انت خدت 3-4 دقايق من زمن الفيلم المشاهد في قمة تركيزه بسبب حيلة صغيرة او اداة بيستخدمها كاتب السيناريو انت ما كنتش تعرفها، اسمها دراماتيك ايروني او المفارقة الدرامية. وهي زي ما قلت لكم حدث مهم او تطور مهم في سياق دراما الفيلم او المسلسل، بيكون البطل مخدوع او مش عارف اللي منتظره، لكن المشاهد عارف ايه الفخ اللي هو منصوب له او التطور اللي هيحصل له بعد 2 سنين من زمن الفيلم او المسلسل. الاداة الثالثة من ادوات السيناريست اللي زي ما بقول لكم اعملوهم كده في ورقة، كل واحدة في ورقة وحطوها على المكتب وانتوا شغالين، وطول ما انتوا شغالين في الفيلم او المسلسل بتاعكم كل ما تلاقوا مناسبة او موضع في السيناريو تستخدموا فيه الادوات دي استخدموها، هتنجحوا جدا. الاداة الثالثة اللي انا بكلمكم عنها اسمها ميلكينج اوف سسبنس. لو حبينا نترجم المصطلح ترجمة حرفية يعني هنلاقي ان معناه تغذية التشويق والإثارة، تغذيتهم يعني زيادتهم او زيادة وتيرتهم. الاداة دي يعني استخدامها سهل جدا جدا وما بتحتاجش قوي يعني ان انت تخترع لها سياق درامي تحطها فيها، لانه اداة بسيطة جدا انت بتستخدمها وبتكون اكتر متعلقة بمشاهد الإثارة والتشويق. يعني هي الأداة بالتحديد دي بتكون مفيدة أكتر في أفلام الإثارة والغموض والجريمة. إيه هي الأداة دي؟ الأداة دي إن أنت بتعمل حدث صغير تزود بيه نسبة التشويق والإثارة عند المشاهد بتاعك. هديلكم مثال، مثلا أكيد كلكم شفتوه في أفلام عربية وأمريكاني، أكيد البطل بتاعك مسجون أو محبوس، سواء كان محبوس في سجن يعني الحكومة هي اللي حبساه، او ناس خاطفينه وحابسينه وقافلين عليه في مكان مغلق وبعيد محدش يعرفه لسبب ما انت اللي تعرفه طبعا في سياق فيلمك. طب البطل ده عايز يهرب، يعني بيحاول انه يهرب من المكان، فجات له فكرة مثلا انه لقى سلم في المكان، فقال ان هو يطلع عليه لغاية ما يوصل للنافذة اللي هي معمولة في اخر الحيطة من فوق قرب السقف، اللي هو مستحيل ان شخص يقدر يوصل لها من غير ادوات مساعدة، من غير سلم مثلا او حد يرفعه للمكان ده. لكن هو قدر يجيب سلم مكسور ويحاول يصلحه بحيث ان هو سنده على الحيطة كده وبدأ يطلع عليه، والسلم متهالك يعني مش متحمله. فالبطل بيطلع درجة على السلم والتانية والتالتة وبيبدأ يقرب، يعني بيرتفع عن سطح الأرض لغاية ما بيقرب يوصل بالفعل لمكان النافذة اللي هو يحاول يستغلها في الهروب دي. انت هتروح عامل حاجة هنا اسمها ميلكينج اوف سسبنس او تغذية التشويق والإثارة. هتعمل ايه؟ السلم اللي طالع عليه البطل بتاعك هيتكسر، تمام؟ هيتكسر ويقع، وبالتالي البطل هيفضل متشعلق في الهواء ماسك في الحديد بتاع النافذة اللي هو وصل لها أخيرا ومتمسك بيها، لكن السلم هوا من تحتيه وما بقاش أي حاجة تحتيه. انت بتعمل ده علشان تزيد برضو تركيز المشاهد وبتخليه مركز جدا وخايف، لأنه البطل هنا معرض لحاجة من اتنين، يا إما أنه هيقع ويتكسر، يا إما أنه هيفشل في الهروب. انت بقى في السياق الدرامي بتاعك عايز تعمل ايه؟ عايز البطل يهرب فعلا ولا عايزه يفشل في الهروب؟ ده انت اللي بتحدده. فبعد ما بتعمل ميلكينج اوف سسبنس او تغذية التشويق عند المشاهد،
بيحصل ان السلم اللي طالع عليه البطل بتاعك بيتكسر ويقع، ويفضل البطل متشعلق في النافذه. فانت في السياق الدرامي بتاعك عايزه يموت، فبيقع خلاص، ما بيقدرش يتحمل ويقع ويتكسر، ومحاولته للهروب تفشل. لو انتوا عايزه ينجح هتخلق له حيلة تانية، ان هو مثلا يلاقي ثقب في الحيطة فيحط رجله عليه ويبدأ يحاول يفتح النافذة بشكل او باخر. انت هتحلها دراميا بحيث انك توصله الى انه محاولته للهروب تنجح ما تفشلش. لكن اللي يخصنا انا في الموضوع ده ايه؟ ميلكينج اوف سسبنس. اعمل تغذية للتشويق والإثارة بتوعك في كل موضع انت تلاقي مناسبة انك تعمل ده، لان ده بيخلي المشاهد بتاعك في منتهى التركيز والتوتر. زي ما عملنا في الوسيلتين او الاداتين اللي فاتوا، هنخلي برضو المشاهد هنا مركز جدا. ولو كان متعاطف مع بطلك او مع قضية بطلك، هتلاقيه قلبه بينبض بسرعة شديدة جدا وعايزه ينجح في محاولته للهروب قبل الناس ما يكتشفوا بره انه بيحاول يهرب ويحبطوا محاولته. دول 3 ادوات مهمين جدا، خليهم في دماغك وانت بتشتغل. وزي ما قلت لكم بالمثل البسيط كده، اكتبهم في كل اداة في ورقة صغيرة وحطهم قدامك على المكتب وانت بتشتغل. كل ما تلاقي مناسبة انك تعمل للمشاهد بتاعك في السيناريو مفاجأة، اعملها، بس بتكون بحرفية وبإتقان. كل ما تلاقي مناسبة انك تعمل دراماتيك ايروني او مفارقة تخلي المشاهد بتاعك قلق ومتوتر على مصير البطل من معلومة او تطور البطل ما يعرفوش لكن المشاهد عارفه، اعملها. كل ما تلاقي فرصة، خاصة لو انت بتكتب افلام عن الجريمة والغموض والإثارة، كل ما تلاقي فرصة او مناسبة مهمة انك تعمل ميلكينج اوف سسبنس تزود التشويق والإثارة عند المشاهد بتاعك، اعمله. انا بشكركم ونلتقي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. ربنا يوفقكم واتمنى لكم كل الخير.